بدات ان انا اطرح على نفسي سؤال ورا سؤال لغايه ما سالت نفسي سؤال غير حياتي: هو انا عايش ليه؟ فقلت لنفسي: يا ابني العبط ده يعني عايش مالك في ايه؟ ما تعقل يا ابني، ايه الاسئله اللي انت بتسالها لنفسك دي؟ ايوه برضو انت عايش ليه؟ ايه هدفك؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب يا ابني هو انت بتعبد ربنا؟ انت اصلا بتصلي؟ ايه ده، هو انا ما بصليش؟ لقيت نفسي بسال نفسي: هو انت ما بتصليش ليه؟ سؤال ثالث: هو انا بعيد اصلا قوي عن ربنا ليه؟ هو انا ما اعرفش اي حاجه عن النبي ليه؟ هو انا مسلم بالاسم ليه؟ وما عنديش هدف واضح في حياتي ليه؟ فقلت طيب جرب تروح تسال ربنا، روح صلي، تبقى لك كتير ما بتصليش، وروح اشتكي لربنا، قول له: يا رب انا تعبان، انا تايه، انا فعلا مش عارف انا بعمل ايه في حياتي، حاسس ان انا عايش كده وخلاص مفيش اي هدف عندي. روح اسال ربنا وقول له: يا رب دبر لي، يا رب وجهني، يا رب عرفني ايه اللي انا المفروض اعمله. روح قول له ان انا عارف يا رب ان انا ما استاهلش، انا عملت ذنوب كتير، بس ساعدني، انا فعلا حاسس ان انا تعبان وعايز ارجع، عايز اعرف الطريق الصحيح فين، انا مش عارف انا ايه لازمتي في الدنيا دي، انا عايش بس عايش على الفاضي، ما بعملش اي انجاز في حياتي. هو مش معقول يا رب انت خلقتني عشان العب بلاي ستيشن واطلع اقعد مع اصحابي نشرب سجاير ونضيع وقت ونعمل حاجات غلط؟ بس اكيد ربنا مش خليني عشان كده. وفعلا سبحان الله ربنا هداني وخلاني اروح اصلي ركعتين بالليل، وكانوا اجمل ركعتين صليتهم في حياتي. انك تحاول تفضفض ان ما يسمعكش غير ربنا بصراحه كان احساس جميل وغريب في نفس الوقت، كاني اول مره اصلي. تقريبا قلت لربنا كل حاجه، وقلت لربنا: يا رب وجهني للصح. احساسي بعد الصلاه دي وبعد الدعاء ان انا اخد نفس عميق واحس ان اول مره النفس يدخل صدري، احس باول مره ان انا مرتاح. الضيق والزهق والتوهان اللي انت فيه كله حله ان انت تقرب من ربنا، كله ان انت بعيد عن ربنا. ممكن دي تكون رساله من ربنا ان انت ترجع، ربنا حابب ان انت ترجع، ربنا هو اللي هيورينا ويعرفنا الطريق، لان احنا اضعف من ان احنا نواصل لوحدنا، ان احنا نمشي في الطريق لوحدنا، ان احنا نصلي ونلتزم لوحدنا، كل ده صعب علينا، لازم ربنا يساعدنا. بدات احفظ قران، بدات اكتب انا عايز ايه وعايز اطور نفسي في ايه وايه اهدافي، كورسات بقى وتخطيط وتحقيق احلام وعايز ايه في المستقبل. والحمد لله ربنا هداني لكل ده لغايه لما بقيت افضل من اللي انا كنت فيه.